السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء. زي ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت إن احنا نتكلم عن درس تحديد المقادير الجبرية المتكافئة. النهاردة الحمد لله ربنا وفقنا إن احنا نوصل لهذا الدرس. إزاي تحدد المقادير الجبرية المتكافئة؟ يعني إيه أصلا متكافئة؟ يعني متساوية. فهو هيديني مثلا تعبير هنا عددي وتعبير عددي ويقول لي ده يساوي ده ولا لا. أهو تعال شوف السؤال: أوجد قيمة كل تعبير عددي مما يأتي، ثم حدد بعد ما تجيب قيمة ده وقيمة ده، ثم حدد بقى هل هما متساويان في القيمة ولا لا. بمعنى ان الناتج هنا لو طلع زي ده يبقى المقدار الجبري ده وده متساويين، يعني متكافئين. طيب ده هيحتاج مننا ان احنا نكون حافظين ترتيب العمليات الحسابية. عندي هنا قوسين وهنا على، لا نحل قوسين الأول. ما هو 10 وواحد 11، وطبعا هنا 2 فمش هتتقرب 211. وزي ما اتعلمنا الحصة اللي فاتت لازم نحط هنا ضرب هنا على 2، أصبح في ضرب وأصبح اسم. لا، الضرب هو اللي يتعمل أو يتحل من الأول لأن هو في الشمال. 2 في 11 ب22. نرجع بقى نقسمها على 2 يبقى الناتج بتاعي 11. تعال نشوف هنا. أنا عندي هنا لازم أحل المشكلة اللي جوه القوس. 3 ناقص 2 بواحد. طيب بره زائد 5 وهنا في 6. الشاطر يقول نضرب ولا نجمع الأول؟ لا يا مستر، الضرب مقدم على الجمع. يبقى الواحد في 6 ب6. ناقص هنا أجمع بقى 5 و6 كام؟ 11. الله، ما هي دي نفس القيمة بتاعت دي. يبقى التعبير الرياضي دوت يساوي ده ولا لأ؟ نعم، السؤال بيقول أوجد قيمة كل تعبير، فده طلع ب11 وده طلع ب11. ثم بعد ما تطلع المقدار ده وده حدد هل هما متساويان أم لا. هقول له نعم متساويان. ممكن أقول بدل متساويان أقول متكافئان. أقول إيه؟ متكافئان. ده أول نوعية من أسئلة النهاردة. لكن ممكن يجيلي سؤال بشكل تاني يديني مقدار جبري فيه حاجة مجهولة. زي ايه؟ تعال نشوف. يعني مثلا يقول لي 3 اكس زائد 3، والناحية التانية يقول لي 3 وفتح قوس وقال اكس زائد 1. يا مستر لا، هو دلوقتي ما اداناش قيمة الاكس عشان نشتغل عليه. قال لك ما انت عشان تعرف ده بيساوي ده ولا لا لازم تجيب قيمة ده وتجيب قيمة ده. طب هجيب قيمة ده واجيب قيمة ده ازاي اذا كان هما الاتنين فيهم اكس، يعني فيهم مجهول؟ قال لك لا، افترض عدد بس يكون عدد صغير علشان ما تصعبش على نفسك. زي ما نكون بنلعب لعبة ويقول لك احكم على نفسك حكم. طيب اكيد هفترض على نفسي حكم بسيط. طيب هنا هنختار ان نعوض عن الاكس بعدد قليل وليكن 1. فهنقول ان دي بواحد ودي بواحد. طب تعالى نعوض، نعدل شوية كده ونشوف هنعمل ايه. قال لي ببساطة ان هقول 3 في 1 لان هنا طبعا لازم احط فيه. اقول 3 في 1 ب3 وبعدين اجمع عليها ال3 دي بقت 6. يبقى قيمة التعبير ده ب6. هنا عندي 1 وهنا 1. لا يا مستر، لازم تحل القوس الاول. ما هو 1 1 كام؟ 2. وهنا 3. نحط اي عملية حسابية دايما طالما مفيش عملية تحط من عندك فيه. طب الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يبقى المقدار ده طلع ب6 والمقدار ده طلع ب6. اذا المقدارين دول مقداران متكافئان، يعني متساويان. يبقى الراجل هنا بيديني مقدارين فيهم مجهول، وهعوض عن المجهول ده بحاجة من عندي تكون رقم بسيط. طيب اللي قال ان هو متكافئان، احنا قلنا مش هو متكافئان، لا هم مش متكافئان، هم ممكن نقول عليهم متساويان. طب امتى بقى نقول متكافئان؟ قال لك لما تعوض عن الاكس بحاجة تانية. احنا هنا عوضنا عن الاكس بواحد وهنا بواحد. طب ما تيجي نعوض عنها باتنين مثلا ونشوف هتطلع متساوية ولا لا. لو طلعت بقى متساوية هنا ومتساوية هنا يبقى دي هنا مقادير متكافئة. مش فاهم؟ يعني لازم لما حضرتك تعوض عن الاكس بواحد وبعدين ترجع تعوض عن الاكس باتنين يكونوا هنا متساويين وبرضه هنا متساويين. لو تساوي في الحالة الأولى وتساوي في الحالة التانية يبقى هنقدر نقول على دول بقى مش متساويين، هنقول عليهم مقداران متكافئان. طب تعال نجرب كده.
هنحط هنا 2 بدل الاكس وهنا 1. طب ما المستر قال لنا حل المشكلة اللي جوه البيت. طب 2 و1 كام؟ 3. وطبعا هحط هنا فيه، يبقى كأني بقول 3 في 3 بتساوي 9. يبقى قيمة المقدار ده طلعت ب9. طب تعال نعوض عن الاكس هنا ب2. هقول له 3 في، اوعى تقول 1 بقى، ما الاكس المرة دي ب2. يبقى 3 في 2 زائد 3. تحل الضرب الأول يا مستر، 3 في 2 ب6 واجمع عليها 3 بقت 9. يبقى هنا طلعت ب9 وهنا طلعت ب9. يبقى لما عوضنا عندما تكون الاكس بتساوي 1، وده اللي افترضت الكلام ده، طلعت هنا التعبيرات متساوية. طب لما افترضت عدد تاني وليكن عندما تكون الاكس بتساوي 2، طلع برضو في هذه الحالة ان المقدارين متساويين. يبقى لما اجرب مرتين بتعويضين مختلفين للاكس ولاقي ان المقدارين طلعوا متساويين هنا وطلعوا متساويين هنا برضو في الافتراض التاني اللي هو الاكس ب2، يبقى هنقول على هذان او على هذين المقدارين هما مقداران متكافئان. معنى مستر هو انا ممكن يكون عندي تعبير رياضي هنا وتعبير رياضي هنا واعوض مرة بالواحد يتساوي واعوض بالاتنين ما يتساووش؟ ممكن يحصل، وده اللي هنشوفه دلوقتي في المثال اللي جاي. يعني تعالى يا بطل شوف المثال ده. بيقول لي اكس زائد 2 وفتح قوس اكس زائد 1، وبيقول هنا 2 اكس زائد 3. فانا زي ما اتفقت معاك، انت حر اختار اي عدد يعجبك للاكس، لكن احنا هنتفق ان احنا هنختار الواحد او الاتنين عشان يكون التعويض بسيط والمسألة سهلة. فهفترض ان الاكس مثلا في الحالة الاولى بتساوي 1، يبقى اقول له عندما تكون الاكس بتساوي 1، ونشوف قيمة ده ونشوف قيمة ده هل هما هيتساووا ولا لا. بمعنى ان هشيل الاكس دي واحط بدالها 1، واشيل الاكس دي واحط 1، ده في اكس كمان هحط مكانها 1 ونشوف. طبعا دي بقت 21، لا ما تنفعش، حط منهم في، يبقى كأنها 2 في 1 زائد 3. طيب الضرب الأول نحله يا مستر. طب ما هو الاتنين في 1 بكام؟ ب2. 2 زائد 3 تطلع 5، يبقى الإجابة بتاعتنا هي 5. طب تعالى نشوف مثال أو نشوف المقدار التاني. آسف، هنا هنقول الإكس ب1 أهي، زائد هنا 2 وماله، هنا 1 زائد 1 ب2. أيوة، يبقى كأني بقول هنا 2 في كام؟ كأني هنا في، يبقى كأني بقول 2 في 2. طيب تحل الجمع ولا تحل الضرب الأول؟ هقول له لا، ده أنا أحل الضرب الأول. 2 في 2 ب4، اجمع عليها الواحد اللي بره، يبقى 4 و1 5. يبقى هنا المقدار الأولاني طلع 5 والمقدار التاني طلع 5. يبقى دول المقدارين دول متساويين. متساوي في الحالة دي بس، لكن هل لو أنا عوضت عن الإكس بحاجة تانية هل هما هيتساووا برضو ولا مش هيتساووا؟ والله هنشوف. ما أنا اتفقت معاك، هنقول مثلا أو نفترض إن الإكس المرة دي ب2، يبقى هعوض هنا وأشيل دي خالص وأخليها 2، ودي تبقى 2 ودي تبقى 2. تعال نشوف مثلا المثال ده. هنقول 2 في 2 ب4، اجمع عليها 3 تبقى 7. تعالى هنا أنا قلت الإكس ب2، أيوه، زائد 2 وجوه 2 زائد 1 ب3. ما أنا بحل الأقواس الأول ب3، وهنا في 2 عشان هنا مفيش علامة فحطينا علامة الضرب. يبقى هنا 2 في 3 هتتحل الأول لأن الضرب مقدم على الجمع، يبقى كأنها 6. اجمع بقى عليها الاتنين اللي بره تبقى ب8. الله 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 الله، يعني للقيمة المقدار الجبري الأولاني طلع 7 والمقدار الجبري طلع 8. أيوه، الله يا مستر، ما هم لما عوضنا عن الإكس ب1 اتساوى التعبيرين. أيوه، لكن لما عوضنا عن الإكس ب2 اختلف التعبيرين أو اختلف قيمة أو ناتج التعبيرين. إذا طالما تساوي في واحدة والتانية لأ، يبقى دول كسرين أو مقداران غير متكافئين. دول طالما تساوي في الحالة الأولى وما تساويش في الحالة التانية يبقى دول مش متكافئين. أمال إمتى نقول يا مستر عليهم كسرين أو مقدارين متكافئين؟ إمتى نقول عليهم مقدارين متكافئين؟ لما يطلع الناتج بتاع الإكس 1، أما عوضنا عن الإكس ب1 طلعوا متساويين،
ولما نعوض عن الاكس ب2 يطلعوا متساويين، زي الحالة اللي احنا اخدناها من شوية، اللي احنا قلنا لما عوضنا عن الاكس ب1 طلع 6 و6 طلعوا متساويين، ولما عوضنا عن الاكس ب2 طلعوا 9 و9 طلعوا متساويين. يبقى شرط عشان نقول على العدد، او اسف نقول على المقدارين الجبريين متكافئين، لازم يكونوا متساويين لما نعوض عن الاكس ب1 او ب2 او ب3 او ب5 او ب10 او باي رقم من الارقام اللي تخطر على بالك. فلازم يكونوا دائما المقدارين دول دائما في اي تعويض عن الاكس لابد ان هم يكونوا متساويان علشان اقدر اقول عليهم انهم مقدارين متكافئين. يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة، وعلى وعد بلقاء المرة الجاية إن شاء الله نتكلم فيها عن المعادلات وكيفية حل المعادلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.